المدرب عبد القادر عمراني. هذا فيما يتعلق بشباب قسنطينة، فيما بوخنشوش شيتا وجحنيط. أما في الخط الأمامي والهجومي بالقسمي مصلحة شباب النادي القسنطيني كاد أن يباغت هذه المباراة. قلت الاتحاد يغيب عنه بنبوط الحارس وبالعيد الموجودان مع المنتخب الوطني الجزائري الذي نتمنى له كل التوفيق في مباراتيه التصفويتين اللي سيكون مطلوبا. هنا الكرة ملعوبة لمصلحة الاتحاد مباشرة إلى الرفيق المتحرر من هناك يتريث، يمررها بطريقة ممتازة للشكل. رجعت له من جديد التسديدة، ولكن فوق الحرس صاحب النزعة الهجومية. نشاهد في الكثير من الأحيان يسدد ويصنع كرات من هذه الزاوية. يستمع صباح يتمكن من استرجاع الكرة. بوخنشوش يتفتكها منه، يمشي بوخنشوش، التسديدة من بوخنشوش. طبعا اللعبة الثنائية بينه وبين ليونيل اتيبا فضل المباغتة، ولكن زكريا بوحلفية كان متموقعا والكرة ذهبت بعيدا. علي. نعم زكريا تفضل. المدرب غاريدو يأمر لاعبي اتحاد العاصمة بالتقدم أكثر لمنطقة لها ب2-1 كذلك. فاز بمقرى. هنا كرة ملعوبة، السعد رضواني توصل الكرة توزيع. كاد أن يقع في المحظور، كانت كرة مباغتة وقوية نوعا ما، لكن كانت بعيدة. طبعا كانت بعيدة هذه الكرة، لم تكن بالخطر على مرمى زكريا بوحلفية. السعد رضواني بالخبرة وبالتجربة أراد بصفة آلية في كأس الكأس تلعب الكرة. دفاع. نشاهد الإعادة. شفت موقع تاع سليم بوخنشوش أو حسين دهيري عفوا، كان في انتظار هذه الكرة. ميلود ربيعي قطع مسار الكرة في اللحظة الأخيرة وأخرجها، وأكرم جحنيط من نفس المكان يلعب الكرة في القائمة الثاني، تلعب من هناك، تمشي لي كانو، التسديدة فوق الإطار. كنت أتحدث عن وضعية البطولة، قلت شباب بلوزداد في حال تتويجه. ولباعوش ينتظر التوزيع من مكان مثالي، ينتظر فتح الرواق، يحتفظ بالكرة، يجد الرواق لتنفيذ التوزيع من هناك. الراس من بشيرة والحارس الحاد على الهجمات المعاكسة فعلا. وهذه واحدة من مبادرات الاتحاد وصلش عليها علي. والمدرب غاريدو دائما يطالب بالثلاثي الهجومي أكرم جحنيط واتيبا وكانوا بالضغط أكثر على دفاع الشباب. المرحلة الأولى أم أن ذلك سيتأخر إلى بداية الشوط الثاني؟ كرة من هناك، ولكن الدفاع تبقى الخطورة وتبقى الكرة. الحكم يعود إلى الخطأ. الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة، والعرقلة كانت موجودة وواضحة طبعا من هو بالقاسمي، وكانوا يلعبوا بينهما في المساحات الى جانب بوخنشوش واكرم جحنيط في التزويد بالكرات. هنا كره ملعوبه، تسديده بابا ممتازه. عندما لم يفلح ولم يتمكن من داخل المنطقه حاول التسديد والمباغته، ولكن يتحمل ضغط المباراه نوعا ما فريق النادي الرياضي القسنطيني. تلعب كره من هناك لمنذر طمين، وصلت الكره او خالدي دخل داخل المنطقه. خالدي يطلب وشاهدون الاعاده والهجمه المرتده حتى لمس الكرة، والحكم طبعا هنا كان يطالب بركلة الجزاء، ولكن فيش خطأ يقول حكم هذه المباراة. طبعا نتحدث عن الحكم المساعد القريب من اللقطة من هناك. نبيل عمارة تغطية بالكرة، بن شعيرة يبحث عن العمق لذي ابراهيم بطريقة ممتازة. ذي ابراهيم كاد ان يباغت كمال سوق دون مراقبة للكرة، ما كانش في وضع التسلل. هنا خرج من خلف ظهور المدافعين، حاب يضحى مباشرة في القائم البعيد. كاد ان يباغت الحارس كمال سوفي ويسجل هدفا اول في مرمى الاتحاد. شاهد الاعادة من هناك. ذي ابراهيم يلعب بالرجلين اليمنى واليسرى. ذي ابراهيم بطريقه ممتازه. كره اخرى، كره طمين. نعم زكريا. الحكم سيضيف 3 دقائق كوقت بدل ضائع. 3 دقائق في مباراه لم تتوقف كثيرا، مباراه كانت يعني ممتلئه لم تكن مباراه يعني بطيئة، كانت مباراة سريعة، ولكن الفرص كانت غائبة. الفرص الحقيقية والجادة كانت غائبة، أو بالأحرى الفعالية غابت في الدقائق أو في شوط المباراة الأول. هنا التوزيعة الأخيرة من ذي إبراهيم والاحتكاك بين طبعا خالدي حاول التسديد. منذر طمين كذلك في المرة الثانية أراد أن يسدد،
ضربت تلعب الكرة من أكرم جحنيط مباشرة، ملعوب الكرة، أوه الخطورة، ولكن في النهاية زكريا بوحلفاية يخرجها. روح الرياضية موجودة وحاضرة بين اللاعبين. زكريا بوحلفاية بالخبرة، ولبعوش بحث عن إبراهيم بشكل ممتاز، التغطية الدفاعية واضطرار للخروج إلى بال الرائع من ذيب والترويض والتوزيع، ولكن ليسجل الهدف ولو احتسب لو لم تكن هذه الراية مرفوعة من الحكم. سميت عبد الرزاق نشاهد التسلل كان موجودا وواضحا، نعم لو لم يكن التسلل لاحتسب واحد من أجمل أهداف البطولة. كانوا نظن انه اعطى اريحيه كبيره والكره ملعوبه، اول اهداف المباراه. ميلود ربيعي يوقع اول الاهداف من جانب النادي الرياضي القسنطيني. اثر توزيعه جميله والتوليفه شغاله بين بن شعيره وابراهيم، ثم ميلود ربيعي في ظل غفله وهفوه دفاعيه، في غفله من دفاع الاتحاد. شاهد كيف خرج ميلود ربيعي من الخلف، كيف فجر مدرجات ملعب الشهيد حملاوي هنا بقسنطينة. التسلل غاب ومسيدة التسلل غابت هنا، فجاء الرد من ميلود ربيعي من خلف ظهر المدافعين في شباك الحارس صوفي كمال. انه اول اهداف المباراة. تحدثنا عن غياب الاهداف، فجاءت على القرة. ايمن بوقرة استدار بها دفاع في اخر لحظه، سجالا واحده من هنا واخرى من هناك. شوف كيف استدار بالكره، لو خلاها تمر للنادي الرياضي القسنطيني. خالدي في تنفيذها، يلعبها في القائم الاول. خالدي الدفاع يخرجها، تبقى بن شعيره في المتابعه. كره ملعوبه من هناك، تصل الى عتيبه، تسديده من بوخنشوش بعيده تماما. المساندة جاه هو لبعوش طلب الكرة، فضل الدخول بها بن شعيره، تسديده والحارس صوفي. وشاهد هنا كيف فتح الرواق وسدد كرة زاحفة أرضية مباشرة إلى أحضان الحارس صوفي كمال المتموقع في المكان المناسب. ميلود ربيعي في الدقيقة 57. هنا كرة أخرى للاتحاد مباشرة إلى زكريا بوحلفاية. كرة من هناك تصل في وضعية ليست موجودة، التسلل والتوزيع طبعا. ونصر عبد الصمد إلى رضواني صاحب التوزيعات، يوصل الكرة لعتيبة، دفاع يخرجها. الدفاع في ظل لم يكن في الوضعيه المناسبه، في ظل الرقابه الدفاعيه من ايمن بوقرة، وكذلك الوصافه المؤهله للمشاركه في دوري الابطال الموسم القادم. عتيبة وصلت الكره، توزعها بشكل من دون ان يراقب، سريع ومباشره ينطلق بها خالدي. احمد خالدي سدد بالكره، ولكن جرب حظه من بعيد، وهو لبعوش سدد من بعيد والكره الى خارج ارضيه الميدان. متموقعون ينتظرون يتوقعون، والحارس هناك سعد رضواني يلعب كرة أخرى، التوزيعة موجودة، ولكن زكريا بوحلفاية شاهد التوزيعة الأخيرة مباشرة لزكريا بوحلفاية. المدرب الثنائي الخطير توصل لذي إبراهيم، الأخطر يلعبها بطريقة ممتازة، تغطية دفاعية. يشير الحكم إلى الركنية أثر التوزيعة الجميلة والانفراد من أحمد خالدي. هنا الانفراد الأخير من أحمد خالدي مع الحارس، والتغطية كانت من نبيل العمارة، والإعادة والصورة واضحة. ضايع كرة ملعوبة بشكل ممتاز من هناك، توزيعة حاضرة، هدف معادلة النتيجة للاتحاد. هذه المباراة نشاهد المباغتة، غفلة دفاعية عوقب على إثرها فريق اتحاد أو فريق النادي الرياضي القسنطيني. كوناتي البديل من توزيعة جميلة محكمة من القائد سعد رضواني في ظل غفلة دفاعية، 1 مقابل 1 ونقطة لنقطة. تعادل آخر هو التاسع بين الفريقين.